شيل ايدك. ليه كده سامية؟ حتى انت هو انا ناقص؟ لازم تشوف لك حل. بابا اساسا محرج عليا اني اشوفك ولا حتى اقابلك. ما انت طول عمرك بتقابليني من وراه، ما فيهاش حاجه يعني. بس خلاص المهله قربت تخلص وانت ما عملتش حاجه، لازم تعمل اي حاجه، اعمل اي حاجه. يا سامية فهميني، انا كل ما بدخل عمليه بتفشل، مش عارف حظي وحش ولا غباء من الاخرين، نصيب. يبقى خلاص انت تشوف نصيبك وانا هروح اشوف نصيبي. لا اوعي تقولي كده، انا ما حدش قال لي كده قبل كده، انت فاهمه؟ انت بتصوت في وشي كده ليه؟ هتلم علينا الناس. انت اللي عايزه تسيبيني. مش هسيبك والله، مش هسيبك، بس اعمل حاجه، اعمل اي حاجه، اي حاجه، اي حاجه اعملها. حاضر حاضر حاضر. هعمل ايه طيب؟ يا عم سيبك من البت دي بقى ولا غيرها. اغيرها؟ هي جزمه عشان اغيرها؟ مش فاهمك انت في الحب. دي انسانه، ومش انسانه عاديه، دي فنانه. انا وعدتها اني اقف جنبها لغايه لما توصل وتبقى احسن من بنت الحاجه عجرة. مين بنت الحاجه عجرم دي؟ مش فاهمك انت في الفن. انا ايه اللي مشاني وراك؟ ايه اللي مشاني وراك؟ ما انا كنت في حالي، فقرتني وجبت لي الفقر. ايوه انا اللي غلطان، انا اللي حبيت اعمل منك شيء. شايف اللي انت شايفه؟ ده حرامي. وده اللي معلم بجد. شايف النطه؟ اسلوب جديد. بقول لك ايه؟ تيجي نقول له يشغلنا معاه. سرقه تاني يا سلطان؟ هنسرق تاني؟ يعني هو احنا لقينا حاجه وما لقيناهاش؟ معاك حق. ايه اللي لقينا حاجه وما انت بتقول ايه؟ تعالى بس، تعالى يمكن يقتنع يشغلنا معاه. تعالى يا معلم. معلم حاسس بالسيخ يدخل في رجلك ولا حاجه؟ ايدي طب شيل ايدك دي. استنى ما احط. يا جدع استنى يا معلم. مساء الخير. حضرتك حرامي مش كده؟ ماله ده؟ تقريبا خاف مننا. تعال. ايه بتعيط ليه يا سلطان؟ دي فلوس يا لصة. ايوه فلوس اهي. في فلوس كده كتيرة قوي انا قلت لباباش ان مسيري هوصل. ده مش طبق كشري، ده محل كشري. استنى ايه؟ في كمالة للكشري. خد شوية تقلية. الفلوس اهي يا عمي، في الميعاد اللي قلت عليه، في اللحظة والتو. عداك العيب يا ابني. كم دول؟ مش وقته دلوقتي. لا ومش وقته ليه؟ عد يا عم براحتك، دول 60,000 وأي زيادة أنا سداد. من غير فتحة صدر كده، ما تقولي أحسن جبت الفلوس دي منين؟ بعدين قول لي يا عمي، الفرح امتى ان شاء الله؟ ها؟ الفرح امتى؟ الخميس الجاي. عد انت براحتك ولا يهمك. جبت لك طقم شنط هياكل منك حته. اتفرجي. ايه دول يا سلطان؟ عايزك تمسكيهم يوم الفرح. انا عايزك تطمني جبت الفلوس منين؟ اوعي الفار يلعب في حجرك يا ساميه. ساميه. غبا راس كرومب انا بنك ولا ايه؟ لا يا حبيبي، الكلام ده بعد كتب الكتاب. ماشي؟ ماشي. سلطان انت بتنادي على جاز؟ ايه اللي جابك هنا؟ في موضوع مهم عايزك فيه. سلطان يا سلطان، انت نسيت النضاره والمنديل بتوعك. ايوه صح حبيبتي، احذفيهم. طيب كده كسرت النضاره.
طب استني بقى لما اطلع اخد المنديل. منديل ايه اللي هتطلع تاخده؟ اتفضل اقرا الجورنال. انت مجنون؟ اقرا جرايد؟ يا عم اقرا الخبر ده اهو. يعني يوم ما نسرق فلوس تبرعات؟ ومش اي تبرعات، دي بتاعت مستشفى اطفال. بس احنا ما كناش نعرف يا نص، صح؟ صح ولا مش صح؟ المهم هتعمل ايه دلوقتي يا سلطان؟ هنرجع الفلوس. بس ازاي؟ ده في 60,000 عند ابو ساميه. طب والعمل؟ ده كان ميت على الفلوس وهو بيعدهم كده. يمكن لما يعرف انها فلوس بتاعت مستشفى اطفال قلبه يحن. غبي. عايزني اقول اني سرقت تبقى الجوازه ضاعت مني وساميه كمان ضاعت مني. ما انت لازم تضحي، يا بساميه يا بالفلوس. نص الفلوس هترجع. ازاي؟ مفيش فلوس يا عم. ما نصوت ونتقفش احسن. بص تحت السرير، لا يكون في حد انا عارف الحركات ديت. في سمك بصل معفن. امشي انت، امشي، مش عايزك، ده انت اللي معفن. ونواصل الحديث حول القضية التي حدثت توصيل الرأي العام عن المجرم الأثيم الذي الشنطة هناك. المرضى وسرق أموال التبرعات اللازمة لشفائه. أطفال يعيشون في انتظار أموال التبرعات ليتم إنقاذهم من المرض. ليأتوا اللصوص ليسرقون بلا رحمة ولا شفقة تلك الأموال، ليسرقوا معها الحلم في الشفاء والحياة، لينفقوها على ملذاتهم، يشربون بها الخمر ويلعبون بها الميسر. لا بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده؟ سلطان، ايوه، انا اللي خدت الفلوس ديت، انا اللي سرقتها. فين التليفون؟ انت تعمل كده يا سلطان؟ ما كنتش عارف انها فلوس تبرعات وجيت اسرقها عشان ارجعها. وحتى الاتصال بمكالماتكم التليفونية على الهواء مباشرة بأي معلومة قد تفيد رجال الشرطة في القبض على هؤلاء اللصوص. الو، ومعنا اتصال تليفوني. الو، تلفزيون جمهورية مصر العربية. مين؟ انا اللي سرقت الفلوس، بس مش هقدر اقول على اسمي علشان ما اتمسكش. ممكن اقول على اسم ابن خالتي اللي سرق معايا، هو اسمه. الله يخرب بيتك. خلاص مش هقول على اسمك يا نصر. ايوه كده. انا ما كنتش عارف انها فلوس تبرعات، لكن ابو ساميه السبب، هو اللي خلاني اعمل كده. اخرس يا حرامي. الو، انا والد سامي، انا ما قلتلوش يسرق عشان خاطر يتجوز بنتي. لا، قال لي هو طلب مني شقه ومهر وعفش وكل ده في شهر واحد. ايه اللي بيحصل ده؟ سلطان، كفايه فضايح. لا، لازم كل الناس تسمعني. ده انا غلبان ومش لاقي شغل وبحب ساميه. وانا كمان بحبه. انا ما صدقت لقيت واحده تحبني. ده انا اتورطت في السرقه غصب عني، والله العظيم غصب عني. انا ما كنتش هكمل. انت نص مش قادر اتكلم. يا مسيح انا ماليش دعوه باي حاجه. انا من ساعه لما عرفت الاخ ده والنصايب نازله ترف على دماغي. انت مين انت كمان؟ انا نصه. وبعدين هو قال لي لما يبقى معاك طبق كشري وانا طبق. لا، ده طبش اللي قال منه لله، وقال كمان ان كل الحراميه اغنياء. طبعا مين يا استاذ؟ احنا على الهوا، الناس كلها شايفانا، الناس كلها سامعانا، وما يصحش كده. انت بتزعقي كده ليه؟ انا ما حد يزعقني كده قبل كده. يا استاذ قدر موقفنا، احنا على الهوا. ما انا بقدر، وعشان كده بكلمكم. انا مستعد ارجع الفلوس، بس تسامحوني وساميه كمان تسامحني. كلنا هنسامحك لما تتوب، بس يا ريت تكون صادق في كلامك. ويا ريت كمان الاستاذ اللي انا سرقت منه فلوس يسامحني، ولو امكن يعني يجي لي بكره المقطم وانا هديله الفلوس، بس يجي لوحده من غير ما يبلغ البوليس. ما تخافش، اكيد هو سمعنا وهيعمل كده. بس انا ما بعرفش شكله وهو كمان ما يعرفنيش. طب ما تروح له انت. اروح له يا نصر؟ هنتفضح. لا، هتفضح كده. هو يجي لوحده، بس عشان اعرفه يميز نفسه. خليه يلبس بنطلون ابيض وقميص احمر، انا كده هعرفه على طول، وانا هاجي في الميعاد ومعايا الفلوس. ومن هنا نوجه نداء الى الاستاذ سامي الدرغمي
بتقدير تلك المشاعر النبيلة لهذا الشاب، فقد سمع الله نداء الملايين حتى ترجع البسمة على شفاه الأطفال. كما نوجه نداء إلى سامية خطيبة هذا الشاب: لا تتركيه فهو يحبك، والله العظيم بيحبك. يا نهار مش فايت، مين فيهم صاحب الفلوس؟ كل دول؟ معلم يا معلم، توبتني وبقيت حرامي يا معلم. يلا هات الفلوس وتعالى في حضن حبيبك ضبش يا معلم. اللي عايز الفلوس يجي ياخدها مني في القسم. يلا